هل سيستفيد المنشقون عن العمال الكردستاني باكاكا من القانون الجديد؟ عقب الإعلان عن حل حزب العمال الكردستاني باكاكا وفسخه من قبل عبد الله أوجلان، اتجهت الأنظار نحو تفاصيل وجزئيات قانون التسوية الجديد. مضى على تأسيس باكاكا زهاء 48 عاما، وعلى كفاح المسلح 42 عاما. خلال هذه الفترة 50,000 إنسان خسروا حياتهم عبثا وسدى. نزح وهجر 5 ملايين كردي من قراهم. سقط 17,000 شخص ضحايا عمليات الاغتيال وجرائم القتل مجهولة الفاعل. ولكن في مقابل هذه الأثمان الباهظة لا يتضمن مسودة القانون المعد أي مكاسب للكرد فحسب، بل يخلو محتواه تماما حتى من كلمة كرد. والنقطة الأكثر أهمية والتي لا يتطرق إليها أحد بصوت عال ومسموع هي وضع الأشخاص المنشقين عن باكاكا. فمنذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا انشق نحو 25,000 شخص عن باكاكا، وهم يعيشون حاليا في إقليم كردستان وأوروبا. الانشقاق الأكبر حدث في عامي 2004 و2005، حيث انشق آنذاك 25 قياديا رفيع المستوى وزهاء 3,000 كادر جراء رفضهم التخلي عن فكرة كردستان المستقلة واعتراضهم على استئناف الحرب وإشعال فتيله من جديد. اتهم باكاكا هؤلاء بالعمالة والجاسوسية، وتم اغتيال شخصيات مثل كان يلماز، كمال سور، وشابور بوديجافا. هذه المجموعة الكبيرة صنفت من قبل الحزب كخونة، ومن قبل الدولة تركيا كإرهابيين، لتستمر حياتهم بين مطرقات الدولة وسندان التنظيم وتهديدات الطرفين معا. ولعل المثير للاهتمام هو أن هؤلاء الأشخاص الذين وقفوا ضد الحرب لن يتمكنوا من الاستفادة من القانون الجديد المرتقب صدوره، وذلك لأن القانون استثنى الكوادر المنضمين لباكاكا قبل عام 2005. وبحسب المزاعم فإن أوجلان بنفسه طلب من الدولة ألا يشمل القانون القياديين السابقين، كما أن قيادة باكاكا رفضت عودة المنشقين إلى تركيا قائلة: إذا عاد هؤلاء فماذا سيكون الفرق بيننا وبينهم؟ والمحصلة يعرقل أوجلان وباكاكا عودة هؤلاء الأفراد إلى أرض آبائهم وأجدادهم بدافع الانتقام لا غير. وحتى الأشخاص الذين يشملهم القانون وتتاح لهم فرصة الاستفادة منه سترجع عقوباتهم وأحكامهم ل5 إلى 10 سنوات، مما يعني أن حياتهم ستظل رهينة الرقابة والشبهات لسنوات. إن مسودة القانون هذه ليست مشروع سلام، بل هي صفقة تجارية وتصفية حسابات خاصة بأوجلان وباكاكا أقيمت على حساب شباب الكرد ودمائهم.